السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. من أحلى اللحظات اللي بتمر علينا في أي بيت إن يكون فيه مناسبة ومناسبة عيد ميلاد، وخصوصا لما تكون عيد ميلاد للأب. ساعتها بنبقى مش عارفين نعمل له ايه، لأن هو بيعمل لنا كل حاجة واحنا بنبقاش عارفين نعمل له أي حاجة. وأقل حاجة نقدمها له هي تورتاية حلوة جميلة نفرح بيها قلبه ونسعده في يوم عيد ميلاده. عشان كده تعالوا اقول لكم كل تفاصيل التورتايه الجامده دي اللي هنعملها مع بعض. بس قبل ما نبدا تعالوا ناخد شويه حسنات ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونقول بسم الله. ومعايا هنا ده نص كيلو من دقيق الاسبونج، خبزته في صينيه مقاس 24 مع 6 بيضات ونص كوبايه من الميه ورشه من الفانيليا. تمام. بسيبه يبرد خالص تماما قبل ما اشتغل فيه، وبعد كده ببتدي اقطعه بمنشار الكيك بالشكل ده، طبقات طبقات. تعالوا بقى نعمل الحشوة الجميلة اللي هنحشي بيها. وعشان احنا في الصيف بنحتاج ان احنا نسقع الكريمة كويس قوي. والطريقة دي انا بعتبرها افضل طريقة، ان هي تجيبي حلتين ستانلس جوه بعض، في واحدة فيهم فيها تلج، والتانية بنبتدي نضرب فيها الكريمة بتاعتنا. وده علشان نعمل كحمام تلج كده ونحافظ على البرودة بتاعة الكريمة، وما تسحش مننا وقت الخفق. طبعا احنا عارفين يعني الجو اليومين دول حر جدا جدا، والطريقة دي افضل طريقة ما تخافيش منها جدا جدا، وهتخليكي تعملي الكيك بكل سهولة. هنضيف بقى كريمة الخفق، وبعد لما كريمة الخفق تتخفق شوية هنحط بقى ايه نص كوباية من السكر البودر ونخفق شوية، وبعدين هننزل بقى ايه بالكريم شانتيه الخام، وهننزل كمان بكوباية من اللبن او المية المتلجة. تمام. هنبتدي نضرب بقى لحد لما يدينا القوام المظبوط بتاع الكريمة. خدي بالك ان كمية السوائل اللي بتحتاجها الكريمة في الصيف غير الشتاء. الصيف بتحتاج كمية سوائل اقل. تمام. هنضربها بقى كويس قوي بالسباتولا كده عشان نخرج اي هوا فيها، ونبتدي بقى نحشي الكيك بتاعنا. هنحشي الكيك في نفس الصينية اللي انا خبزتها فيه، وده لان انا هشيلها من بالليل للصبح في التلاجة، فما ينفعش طبعا احطها على القاعدة كده بتاعة التورتة واحطها على طول في التلاجة تقعد، لا. الطريقة دي بتطلع لك الكيك متناسق ومتساوي، ومفيش بقى ديسك يروح يمين وديسك يروح شمال، لا، بتطلعها لك بيرفكت. هنبتدي بقى نحط اول ديسك اللي هو كان في اخر الكيك، اللي هو قعر الكيك نفسه. تمام. وهنبتدي هنا نحط بقى الحشوات اللي احنا عايزينها. انا هنا هحشيها نص ونص، هو نص فانيليا والنص التاني هحشيها شوكولاته. عملت صوص شوكولاته وعملته معاكم كتير قبل كده. ده عباره عن شوكولاته خام وحطيت عليها معلقتين لبن سخنين، سبتها شويه، وبعد كده ابتديت اقلب 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 لحد لما تدوب معايا وتعملي صوص شوكولاته ممتاز بالشكل ده. وهنحط بقى شوكليت شيبس، وهنبتدي برضو نحط كام نقطة كده من الكريمة شانتيه علشان لما نحط الديسك اللي فوقيه يثبت معانا ويلزق في الجزء اللي احنا حطينا فيه الشوكولاتة والشوكليت شيبس. تمام. خلص بقى بقية الطبقات ونسقي الكيك كويس قوي بالمية والسكر اللي احنا متعودين نعملهم سوا، شربات خفيف يعني. طبعا الشربات الخفيف ده بيبقى عبارة عن كوباية من المية، معلقتين من السكر، بنسيبهم يغلوا دقيقة على النار ونطفي ونسيبهم يبردوا. وطبعا سقي الكيك ده انت عينك ميزانك، لان ساعات الكيك ما بتحتاجش اساسا تتسقي، ده لان انواع الاسبونج بتبقى مختلفة عن بعضها. لكن هنا انا شفت انها عايزة تتسقي فابتديت اسقيها، بس سقي خفيف يعني مش كتير. هنجيب بقى القاعدة اللي هنثبت عليها الكيك بتاعنا ونحط عليها شوية كريمة شانتيه، ودي خطوة مهمة جدا جدا علشان الكيك ما تتزحلقش منك من على البورد. تمام. هنبتدي بقى نشيل الكياس بالشكل ده. اوعي تحشي الكيك في الحلة الاسبونج من غير ما تحطي اكياس، لانك لو ما حطيتيش اكياس هتلزق منك جوه الحلة، مش تعرفي تطلعيها خالص. تمام. هنبتدي بقى نجلس التورته بتاعتنا. انا ضربت كريمة تاني، وده افضل حاجة في الصيف، ان كريمة التجليس غير كريمة الحشو. تمام. هنبتدي بقى نجلس التورته بتاعتنا، هتلاقيها ما خدتش وقت خالص، وكل لما الكريمه تبقى ناعمه معاكي كل لما هتديكي تجليس اسهل.
يعني مش محببة مش مخرزة، كمية المية والسوائل مظبوطة. ودي هتيجي بالخبرة، يعني مرة على مرة على مرة لما تشتغلي هتعرفي تظبطي ايديكي وتعرفي تظبطي الكريمة. هنبتدي بقى نجلس التورته عندنا بالسكريبر الحلوه دي. السكريبر دي على فكره ممتازه، هي معدن، فبالتالي بتساعدك ان انتي تغسليها بميه سخنه وترجعي تجلسي الكريمه بتاعتك تاني، فبتنعم معاكي الكريمه وانتي بتجلسي. تمام. لو في اي اجزاء محتاجه يتحط لها كريمه بنحط برضو اجزاء كده بالسباتولا، وبنبتدي نمشي بالسكريبر بتاعتنا. تمام. هنيجي بقى بالفرشه كده هنعمل ايه شكل جميل كده، دوران كده فوق وش التورتايه. وطبعا انا ما عملتش الشارب ايدج، انا عايزه الشكل التورته يبقى ايه مش منتظم كده من فوق، الحواف بتاعتها ما تبقاش منتظمه علشان انا لسه هلونها. تمام. هنبتدي بقى نعمل بالفرشه كده على الاجناب كمان، ونبتدي بقى نجيب جزء من الكريمه، يعني حوالي معلقتين في كل طبق من الكريمه، ونبتدي نلون الكريمه باللون. لونت باللون الازرق الغامق وواحده باللون اللبني الفاتح. وجبت بقى الطبق اللي كنت حاطه مكانه الشوكولاته اللي حشيت بيها طبعا لان في بواقي مش هنرميها، وابتديت احط فيه معلقه من الكريمه، قلبت كويس ونزلت عليها بلون اسود جل. تمام. وهنقلب كويس عشان نطلع اللون البلاك الحلو ده. تعالوا بقى نعمل الدست. ده دست ذهبي بيجي من عند مستلزمات الحلواني، هنحط عليه حبة زيت جوز هند. زيت جوز هند بتاع الأكل مش بتاع الشعر. تمام. جوز الهند ده ما تقلقيش منه خالص، وده هيكون بديل للمذيب، بديل جيد جدا جدا، ما بيديش طعم ما بيديش ريحة ما بيديش أي حاجة، وفي نفس الوقت بيطلع لك الدست ممتاز ودايب كويس جدا. هنبتدي بقى بالسباتولا، ظهر السباتولا كده او بمعلقه هنبتدي نوزع الكريمه. هنمسك لون هنمسك اللون الفاتح الاول ونوزعه ونسيب مسافات بين كل واحده والتانيه. تمام. الطريقه سهله جدا جدا، يعني بظهر المعلقه كده او بظهر السباتولا هتبقى سهله جدا. احنا عايزين اشكال غير منتظمه. تمام. هنيجي بقى نمسك الكريمه الغامقه اللي احنا عملناها باللون الازرق ونحطها بالشكل ده في الحتت الفراغات البيضه اللي احنا سبناها. طبعا ما بين كل مرحلة ومرحلة أنا كنت بدخل الكيك التلاجة تسقع شوية أو الفريزر، وبعدين أطلعها تاني لأن الجو حر جدا. هنبتدي بقى نخلص كده. الموضوع سهل جدا ومش بياخد منك وقت، هو بس عبارة عن ترتيب أفكار وترتيب خطوات. هتلاقي نفسك خلصتي التصميم اللي انت بتعمليه. أيا كان التصميم اللي انت بتعمليه رتبي خطواتك، رتبي أفكارك، هتلاقي نفسك خلصتي بكل سهولة. انصحك انك تعملي الديزاين او تصممي التصميم اللي انت هتزوقي بيه التورته في دماغك، او حتى تكتبيه على ورقه قبل ما تعملي اي حاجه. تمام. علشان مش بعد لما تبدأي تلاقي ان الحاجه مش نافعه معاكي وترجعي تغيري وتاخدي وقت وهكذا. هنجيب بقى الدست الذهبي اللي احنا دوبناه، وهنبتدي نلون الحواف بفرشه كده، فرشه الوان ميه. دي انا جايباها من عند المكتبه. تمام. اي مكتبه بتتباع فيها فرش للالوان الميه. انا جبت ارفع حاجه وابتديت امشي بيها على حواف الكريمه بالشكل ده، من فوق التورته ومن الجناب من تحت. على فكره الطريقه دي سهله جدا جدا، ما تتخيليش انها صعبه ولا حاجه، هي بس عايزه دقه ووقت وهتلاقي نفسك خلصتي. هنحط بقى في الاخر خالص خالص الحروف اللي احنا كتبناها بالشوكولاته في قالب من قوالب السيليكون، انا عملتها معاكم قبل كده كتير قوي. هنكتب كلمه هازبند، وطبعا في حرف مشترك اللي هو حرف الاي، فهنحط كلمة داد في النص كده، هنحط حرفين الدي فوق وتحت بحيث ان احنا نقراها بالعرض هازبند ونقراها من فوق لتحت داد. وطبعا هنقسم بين الكلمات علشان نوضح كلمة داد لوحدها بالكريمة اللي انا عملتها باللون الاسود، عن طريق التقسيم بالحروف كده كأني بكتب على كراسة. تمام. وكأن دي سطور الكراسة. هنعمل خط كده بالشكل ده،
وبعد كده جبت الكريمة اللي اتبقت معايا باللون الأزرق، وابتديت أعمل بقى قلوب صغنطوطة كده، حطيتها في كيس حلواني من غير قمع ولا أي حاجة، وابتديت أعمل بيها قلوب صغنطوطة كده. وطبعا جبت كلمة هابي بيرثداي، ده توبر بيتباع عند مستلزمات الحلواني، وحطيته بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. في النهاية حاجة بسيطة نفرح بيها بابانا، ونقول له كل سنة وهو طيب وعقبال 100 سنة. ولو عجبك الفيديو وصلتي معايا لحد هنا، ما تبخليش عليا باللايك، ونوريني بالاشتراك في قناة صنعة في المطبخ مع أميرة الطاهر علشان يوصلك كل جديد. شكرا للمشاهدة.